السلام عليكم، أهلا بيكم في مطبخي، المكان اللي بتحولي فيه أبسط المكونات لأروع الأكلات. خطوات سهلة وبسيطة، نتيجة مضمونة بإذن الله. لو تحبوا الأكل الحلو وصفات اللي تنجح معاكي من أول مرة فأنت في المكان الصح. يلا نبدأ نقول بسم الله. ومعانا النهاردة أكلتين: الفتة المصرية والرقاق باللحمة المفرومة. أول حاجة هنسلق اللحمة، بس مش هنحط بقى مية ونسلق فيها اللحمة، لا احنا هنشوح عشان ناخد تست أعلى. هنشوح معانا اللحمة في معلقة سمنة. اول ما تاخد منك اللون، او تاخد منك اللون الذهبي، او تبقى معاكي باللون البني على الجنبين، بتنزلي ببهاراتك الجافة: ورق لورا، حبهان، قرنفل، ونص معلقة فلفل اسمر يكون مجروش. بلاش يبقى ناعم علشان ما يصبغلكيش الشوربة بتاعتك. وبعدين معاكي بصلاية تقطعيها 4 تربع وتشوحيها مع اللحمة. وبعدين تنزلي بالميه المغليه، وعندك لو في اي ريم او اي حاجه على الوش طبعا بتشيليها بالمعلقه. وبعدين معاكي جزرايه وطماطمايه بتقطعيها وتنزلي بيهم. كده احنا سلقنا اللحمه، واول حاجه معانا خلصت. بعدين هنبتدي نعمل الصلصه، عشان عقبال ما تتسبك نكون عملنا حاجه تانية. معانا حله على النار فيها زيت، وفيها نص معلقه من السمنه. انا عارفه ان ناس كتير مش بتحط سمنه مع الصلصه، بس حطيها هتعلي معاكي التست اكتر. وتنزلي بمعلقتين من التوم وتشوحيهم كويس قوي في الزيت بتاعك. وبعدين تنزلي بحبه كزبره، شوحيهم كويس. انا عن نفسي بحب اشوح التوم، بدي لون اكتر من الذهبي. تنزلي بيهم بربع معلقة من الخل. انت عايزة تفتحي التوم اكتر من كده طبعا يبقى دهبي، وتفتحيه براحتك خالص. الاكل اذواق طبعا. بعدين بننزل بالصلصة. انا كانت عندي صلصة متخزنة فنزلت بيها. هنا هنعمل الحشوة بتاعة الرقاق بتاعنا. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة. اول ما تاخد معاكي اللون البني، انزلي بيها بالبصلة المجروشة وشوحي كويس. وبعدين انزلي بالبهارات. هنا بقى رجعنا للصلصة عشان نحط البهارات. بهارات الصلصة بتكون نص معلقة سكر، نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة أو معلقة صغيرة من السبع بهارات، وملح طبعا حسب الرغبة. كده احنا خلصنا الصلصة، ونبتدي نرجع تاني للحمة. بهارات اللحمة: معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من التوب البودر، وطبعا الملح حسب الرغبة. وفي ناس طبعا بتحط ماجي ورق، اللي هي الماجي الفورية، زي ما انت ما عايزة يعني. دي انا بديكي الوصفة، وانت بهاري براحتك خالص. بننزل بطماطميتين يكونوا مبشورين او مقطعوهم، المهم ما يكونوش مضروبين في الخلاط علشان يبقوا ماسكين نفسهم كده. وقرن فلفل حامي او بارد على حسب برضو الرغبة. وتقلبيهم كويس وتسيبيهم بقى كده. خلاص خلصنا. هنا معانا كوبايتين من الشوربة، بتصفيهم كويس من اي حاجة، بصل، البهارات اللي احنا كنا حاطينها، مع معلقة مع كوباية من اللبن. انزلي معاهم بهاريها طبعا بالملح والفلفل. وتنزلي بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي معاكي الرقاق هش كده ومش لازق كده وبيبقى مورق معاكي. هنا معاكي ما بينكم بتدهني الصينية بالسمنة، وما بين كل راق وراق بتحطي سمنة ومعلقة قشطة. هنا يا جماعة عملت 3 رقات من تحت، وبعدين بحط اللحمة، وبعدين ببتدي ارجع تاني اعمل الرقاق في الشوربة بتاعتنا، ومعلقة من السمنة ومعلقة من القشطة. انتي عايزة بقى تكتري 4 رقات 5 رقات ما بين اللحمة براحتك. هنا بقى خلصناها. شايفين اللون تحفة ازاي؟ وهنا بقى هنبتدي نعمل الرز. رز ابيض طبعا عشان خاطر الفتة. تحطي الزيت على النار وتنزلي بيه الرز. طبعا كلنا الحمد لله اساسنا في الرز، بالذات الرز المصري طبعا. شوحي كويس. وبعدين اهم حاجة تشوحي الرز كويس عشان ما يطلعش معاكي معجن. ملح طبعا على حسب الرغبة. واول ما يبتدي يغلي معاكي هدي النار خالص. هنا بقى هنجيب طاسة، حطي فيها معلقتين من السمنة، وانزلي بيهم بالعيش. عيش بقى محمص، عيش طري، عيش شامي، عيش بلدي، زي ما انت ما عاوزة. احنا هنا يا جماعة بنعلي التست. بدل ما تحطي العيش يبقى زي ما هو، لا، بندي الريحة كده وطعم اعلى. معلقتين صلصة اول ما يتشوحوا معانا في السمنة،
وكوبشة كده من الشوربة بلاش نبقى بايش قوي، لا بنخليه كده ياخد طعم الشوربة وطعم الصلصة، بحيث ما كأنك يعني بتدخلي كل المكونات في بعض، مش بتاكلي عيش ابيض او عيش مسقي في الشوربة وبس، لا يبقى واخد كل التوابل والبهارات بتاعة الشوربة وبتاعة الصلصة. تنزلي بقى كده بالطبق بالعيش، وتنزلي بقى بالرز الابيض اللي احنا عملناه، وبعدين بتحطي الصلصة بقى عليه، ومعاكي احلى فتة ممكن تاكليها. وبعدين بقى بدل ما انتي ما تحطي بقى الشوربة اسفة اللحمة تبقى معاكي كده بتكون من الشوربة مسلوقة، لا انتي بقى تاخديها بقى كده وتروحي حطاها بقى في معلقتين سمنة، بس الحتة دي للأسف متصورتش معانا. بتشوحي بقى اللحمة بتاعتك كده في معلقة سمنة، يا دوبك تشوحيها عشان ما تنشفش منك، وتنزلي بقى عليها كده على طبق الفتة، كلي ودوقي احلى فتة ممكن تكوني عملتيها. مقادير سهلة وبسيطة، بس بيبقى فيه تريكات كده زي القشطة اللي ما بين الطبقات دي بتعلي التست جامد جدا. العيش اللي بتعمليه بتحطي عليه الصلصة وبتحطي عليه الشوربة بيدي طعم احلى. كل الحاجات دي بتكون بسيطة، بس بتعلي من طعم الاكل اللي انت بتعمليه. شايفين اللحمة معمولة في السمنة، شكلها اصلا وريحتها يفتحوا النفس. بألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش اللايك والشير يا جماعة، وطبعا الاشتراك في الصفحة او في القناة. شايفين عامل ازاي تحفة؟ طبعا لا لازق في الصينية ولا معجن ولا اي حاجة. يا رب تبقى الوصفة عجبتكم. باي باي.